السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم فانوس رمضان من الفوم الجليتر بطريقة سهلة جدا. عارفة ان موجود منه نماذج كتير قوي على اليوتيوب، بس ان شاء الله تكون دي ابسط طريقة لعمل الفانوس. بينور وبيغني كمان، وكمان تقدري تكتبي عليه اي اسم انت حباه او اي رسمة او اي شكل. دلوقتي تابعوني في الفيديو وان شاء الله هتشوفوا الطريقة سهلة جدا. كل اللي انا هحتاجه طبعا معايا، هحتاج فوم جليتر اي لون انت حباه، وهنحتاج كمان الورق الملون ده ورق كده ملون بيتباع في المكتبات. قوليله عايزه ورق اضاءه او ورق ملون، بيكون موجود منه. هو شبه الاكياس كده، تمام. في منه اصفر وازرق واخضر واحمر، كل الوان. انا بجيب اللونين دول عشان بحسهم افضل حاجه للاضاءه. وهنحتاج ورقه وقلم وجهاز صوت وضوء. ده جهاز اسمه صوت والضوء، بيتباع عند بتوع محلات الخردوات. وطبعا القطر ومقصات كده اشكال مختلفة، والشمع طبعا، ومسطرة، وكرتون، ورقة كرتون. تمام. اول حاجة بقى كده هنعملها مع بعض. اول خطوة هنعمل الباترون بتاع الفانوس اللي بعد كده هنشتغل عليه وهيسهل لنا كل الدنيا ان شاء الله. هتجيبي كده ورقة، اي ورقة زي دي كده مثلا، هنعتبر ان دي ورقة اهي، تمام. وبعدين تتنيها بالنص بالظبط، تتنيها كويس بالنص بالظبط. كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب. هتجيبي قلم طبعا بقى ومسطرة، دي بقايا المسطرة بتاعتي، بنتي ربنا يبارك فيها كسرتها لي. وبنفس الخطوات كده، دي ابسط طريقة او ابسط عمل باترون للفانوس. هتاخدي كده بالقلم خط مايل كده، تمام. وبعدين تاخدي خط تاني بالشكل ده، وترجعي تلفي الورقة كده وتعملي قاعدة خط كده برضو مايل تاني، خلاص. وبالمقص هفرغ الورقة دي. فرغت الورقة اهي، اصبح عندي كده باترون للفانوس. طبعا تقدري بعد كده تحطيه تاني على ورقة كرتون، بحيث ان الباترون يعيش معاكي اكتر وقت لو انتي بتشتغلي. ده انا حاليا بشتغل الفوانيس، او انك تعمليه مباشرة كده من على الورقة او الباترون ده على طول على الفوم الجليتر بتاعك. انا طبعا محضرة منه نموذج اهو، بس طبعا بالكرتون، تمام. اهو شكل الباترون بالكرتون طبعا، لان انا الكرتون بالنسبه لي طبعا هيكون اسهل. هتقطعي بس الجزء اللي فوق ده، حاجه بسيطه جدا كده، هيكون شكله كده تمام. بعد كده طبعا بقى زي ما انتم فاهمين، هنجيب القطع دي اجزاء الفانوس ونحطها على الفوم الجليتر كده مثلا، بسم الله. ولنفترض مثلا القطعه دي، وبالقلم هتعلمي على الفوم بتاعك، وبعد كده بالمقص هتفرغي اللي انت علمتيه. طبعا عشان وقت الفيديو انا عملت ده وفرغت، قطعت الاجزاء الفانوس. وطبعا انا اخترت الالوان دي، انا اخترت الفضي واللون التركواز ده، عشان الفانوس ده انا بعمله حاليا اوردر لولد يوسف، ولد صغير اسمه يوسف. فهو طبعا عملت الالوان عشان تكون متناسبه ومتناسقه مع ولد يعني، تمام. انا دلوقتي جهزت اجزاء الفانوس معايا اهي، قطعتها طبعا زي ما قلت لكم، مقطعه كل حاجه لوحدها. قواعد الفانوس 2 من كل لون، يعني 4 اجزاء. ونفس الكلام برضو 4 من راس الفانوس اهو، من كل لون جزء، قطعتين. ونفس الكلام برضو من جسم الفانوس، من كل جزء لونين برضو، قطعتين من كل لون اسفة. طبعا لو لاحظتوا كده في هنا زي نجوم او حاجات، طبعا انت ممكن تعمليها قلب، انا برضو على حسب، ساعات بعملها قلوب، هلالات، نجوم، حسب رغبتك انت. اللي بعد كده طبعا بعد ما فرغت القطعة الفوم اللي عندي بالنجوم دي، لزقت عليها بالشمع بتاعي، الورق الملون ده اهو بالشمع طبعا،
الخطوه اللي بعد كده ان انا هبدا الزق الاجزاء دي في بعضها. طبعا في ناس بتلزق كل جزء لوحده في الاخر بيركبوه على بعض، بس انا بصراحه بلاقي الموضوع صعب ومش بيطلع في الاخر شكله مهندم وكويس، فدي تعتبر احسن طريقه، وبرده في الاخر الرغبه ترجع عليكي. بس يسخن معايا شويه. بسم الله. بدأ اهو كده. تبدأي بقى تحطي كده الشمع كمية تكون كويسة. انا كده كده في الاخر ارجع اعيد تاني عليه. تاخدي الجزء ده كده على الجزء ده. انا عشان بس بصور عايزة اوضح كل حاجة قدام الكاميرا، عشان البنات الصغيرة اللي هتعمل ده تخلي بالها من الشمع بيكون سخن جدا. يا ريت لو بنت صغيره او حد صغير بيعمل الكلام ده، طبعا يا ريت يكون بمساعده والدتك او اخت كبيره او حاجه، عشان الشمع بيكون سخن جدا وممكن يعمل حروق، الله لا يقدر يعني. بعد كده هرجع تاني اعيد جزء بالراحه كده، واضيف كميه شمع كويسه من جوه، بحيث ان يكون الاجزاء دي ملزوقه كويس جدا من جوه. لو زاد منك حاجه ما تقلقيش، الحمد لله. لو زاد منك حاجه ما تقلقيش، بعد كده ممكن ده كله يتسوى في الاخر. خلصت الجزئيه دي. الجزء اللي وراه بقى اهو، هعمل الضلع ده بس كمان معاكم برضو لون تاني، قطعه تانية اهي بالراحه جدا. تسيبيها شويه بحيث ان الشمع يبدأ ينشف. خلاص. برضو تمليها من جوه شمع تاني، خط كده بس رفيع، زي التأكيد ان القطعتين يبقوا متماسكين كويس جدا مع بعض. هكمل بقية الضلع اللي فاضل ده وارجع لكم. بعد ما لزقت الاربع اجزاء مع بعض، بعد كده هبدأ اركب القاعدة بتاعتي برضو بنفس الطريقة. بسم الله، بالراحة كده اهو. ركبت الجسم، وكمان ركبت قاعدة الفانوس اهي. الخطوة الجاية طبعا هركب بقى راس الفانوس، او الاجزاء بتاعة راس الفانوس. تمام. برضو كده بسم الله. عامة هي صنعة في الفانوس مش في تركيب الاجزاء دي قد ما هو في الشغل اللي بعد كده، في ذوقك انت في اختيار الالوان مع بعضها، وكمان ذوقك انت في زخرفة الفانوس في الاخر. الفينش بتاع الفانوس في الاخر بيفرق قوي مع الناس، او مع الاشخاص اللي بتتعاملي معاهم لو انت طبعا بتبيعي، ومع برضو اولادك لو انت طبعا هتعملي ولادك في البيت، اكيد شكل الفانوس في الاخر هيفرحهم يعني. خلصت ان انا لزقت الاربع راس، يعني اربع اجزاء بتوع راس الفانوس. طبعا بالخطوه اللي جايه هبدا الزق الاجزاء دي مع بعض عشان في الاخر الشكل يكون كده. تمام. دي الخطوه اللي جايه. بعد ما ركبت بقى كل اجزاء الفانوس في بعض اهو بالشكل ده، بصوا ده شكله اهو. الخطوه اللي بعد كده طبعا اول حاجه هتجيبي مقص كده صغير، وتبداي تشيلي كل الزوايد اللي حصلت معاكي وقت اللزق، مثلا حاجات شبه كده اهو، او حاجات شبه كده. المهم ان انا هبدأ اقصقص كل الكلام ده عشان في الاخر يديني شكل مهندم للفانوس. تمام اهو. طبعا بالراحة برضو كده وبشكل بطيء، بحيث ان انتي برضو ما تبهدليش الورق منك اهو بالشكل ده كده، عشان في الاخر بس يكون شكله مهندم وجميل. سويت الفانوس كويس قوي خلاص من اي زوايد فيه. هجيب بقى قطع الفوم بتاعتي كده
وابدأ اخد شريط طويل بالمقص اللي هو الزجزاج ده او المشرشر ده بطول قطعة الفوم كده بالشكل ده. طبعا من اللونين هاخد نفس الشريط ده من اللون الفضي واللون التركواز. تمام. وكمان هاخد قطعة فوم كده مثلا دي مثلا، وهبدأ اعمل لها برضو زجزاج كده بالمقص. على فكرة لو ما عندكيش مقص زي ده ممكن تعملي بايديكي عادي، والمقص ده موجود في المكتبات. تقولي للراجل بتاع المكتبة عايزة مقص زجزاج ومش غالي، ولو مش لاقي المقص ده تقدري تعمليها بايديكي عادي، ومش لازم يعني يكون في الاخر شكلها متساوي، باي شكل عشوائي هيطلع حلو معاكي ان شاء الله. حاجة زي كده اهو. وبعدين تبدأي بقى تحطي شوية شمع كده. برضو الموضوع كله عبارة عن لزق وتركيب اهو. ينشف بس كويس عشان اقدر اركب الجزء التاني. برضو شمع، ضغطي جامد بحيث ان الشمع يلزق كويس اهو. وقطعة تانية من الفضي وبرضو هناخد زجزاج منها كده عشان بس الشكل يبقى حلو. طبعا زخرفة الفانوس، اساسيات الفانوس هي كل الخطوات اللي عدت بعد كده دي كلها حاجات ذوقية منك انتي، ذوقك انتي الشخصي اللي انتي حابة تضيفيه للفانوس بتاعك. تمام. وبرضو هبدأ احط هنا شمع برضو كده على القطعة الفوم دي والزق كده بسم الله اهو. من باب بس الزخرفة. طبعا كل ما تركبي قطعة من شغلك للفانوس بتحسي ان شكله بدأ يظهر معاكي اكتر واكتر، والالوان قد ايه ما شاء الله يعني متناسقة مع بعض. اي زوايد تحصل بقى مش مشكلة، عادي تقدري تشيليها بسهولة اهي. حاجة زي كده طلعت زيادة مفيش مشكلة خالص اهو، عادي جدا. تمام. بعد كده هنبدأ نركب حاجات هنا كده اهو شبه سور مثلا للفانوس. طبعا عشان بقى لو في اي عيوب او في اي حاجات زي كده تبدأ الاسوار دي تداري كل حاجة عندك، بقى شمع زيادة الكلام ده كله اهو. كمية شمع كويسة كده. تبدأي تركبي الشريط ده، بس خلي بالك وانت بتركبيه حاولي كده تركبيه الميلان لفوق شوية اهو. ده هيكون شكله. طبعا هنقص الزيادة نفس الكلام الجهة التانية اهو.
برضو وانتي بتركبي كده ضغطي الشريط ده لفوق اهو. ونفس الكلام الزيادة هيتقص طبعا بنفس فكرة الشريط ده. هعمل الجهة دي والجهة التانية ولكن باللون الفضي. لزقت الاجزاء اللي كنت قلتلكوا عليها اهي. ده شكلها، بصوا شكلها عامل ازاي، قد ايه بقى خلت الفانوس في منتهى الشياكة اكتر واجمل طبعا. كده هبدأ الزق بقى النجوم والحاجات اللي كنت شايلاها من التفريغ بتاعي كده. بسم الله. طبعا كل ما تضيفي قطعة من الجليتر على الفانوس طبعا بتفرق جدا في الشكل وبيدي شكل احلى طبعا واشيك بكتير. وكل حد فينا برضو الموضوع بيفرق حسب ذوقك انت الشخصي وتقديرك للحاجة اللي قدامك. انا شايفة اللونين دول ان شاء الله يكونوا حلوين جدا ويعجبوا صاحبتهم باذن الله. ابدأ الزق الاسم بتاع يوسف بقى. خلاص انا مجهزاه معايا اهو. يوسف طبعا يوسف فيه كمان حرف اس بس انا بحاول اختصر علشان المكان يكفي. وهبدأ الزق كده بسم الله. يا رب بس المكان يكفي لان الحروف كتير. نعم ايوه. اتمنى يا رب يكون نموذج الفانوس قدرت ان انا اعمله لكم بطريقه سهله وبسيطه ان اي حد يقدر يعمله ان شاء الله فيكم. وطبعا كتابه الحروف دي برضو سهله جدا. انا بكتب على الفوم بس بكتب عكس الحروف تمام. وبقصقص برضو بالمقص الصغير ده وخلاص. الموضوع سهل جدا. هو بس عامه شغل الهاند ميد بيحتاج طولة بال وصبر وعامه هو بيعلم طولة البال. دي اهم حاجه بصراحه. احاول بس كده اضيق الحرف ده شويه عشان حرف الاف يعني ما شاء الله حرف كلمة يوسف حروفها كتير جدا وكمان انا شايلة منها حرف اس مفروض فيه دبل اس. يوسف. وكمان هنحط الهلال طبعا ده بترسميه برضو على الفوم وتقصيه سهل جدا شبه القوس كده اهو تمام. ظبط بس النجمة نقطة شمع كده. نفس الكلام الجهة التانية. نعم حاضر. ايوه خلاص كده انا خلصت الفانوس بتاعي ولزقت كل الاجزاء اللي المفروض تتلزق فيه. عايزه بقى اوريهولكم كده هو بيغني وبينور. الاول ده شكله كده بصوا اهو. طبعا ده فانوس لولد فانا عملته كده اللونين دول مع بعض ان شاء الله يا رب يعجب مامته يعني. وركبت برضو جهاز الصوت والضوء من تحت اهو بصوا كده. كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب وبصحة وسعادة يا رب اللهم امين. كمان في نفس الاوردر برضو ده فانوس لولد ودي فوانيس فانوسين لبنوتين لايتن وايمي. هما البنوتين دول توأم فانا اخترت الابيض والاحمر. الاختلاف بس في الفانوسين اختلاف بسيط جدا في التفاصيل بس يعني انا كتبت هنا بالاحمر على الابيض هنا بالابيض على الاحمر والايد برضو اهي.
اتمنى برضو يا رب ان شاء الله يعجبوا مامتهم باذن الله. ده كان اخر اوردر انا هعمله السنه دي، وعشان كده حبيت اصوره معاكم. انا اتاخرت في الفيديو، سامحوني انا اسفه، بس كنت مشغوله في عمل الفوانيس، لان طبعا انا بشتغل الحاجات دي يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين، واتمنى يا رب الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم، وتكون الطريقه سهله ومبسطه للناس اللي حابه تعمل فوانيس لاولادها. بصوا قد ايه شكله جميل وشكله شيك بجد. طبعا تفاصيله كتير، بس الفينش بتاعه يستحق. لو حابين انزل لكم طريقه كتابه الحروف دي بمنتهى البساطه، برضو انا ما عنديش مانع، تحت امركم. كل سنه وانتم طيبين، يا رب الفيديو باذن الله يعجبكم. شكرا ليكم بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.